ودابا خصك تعرف بعدا انا ضابط سابق في الجيش المغربي، وكان الضباط ديال الجيش المغربي راه تيعرفوا هادشي. شي نبضة حرب ما بين المغرب والجزائر، المغاربه غياكلوا العصا، غياكلوا العصا، حنا كنعرفوا هادشي هذا. راه ما بقاتش في السلاح، هو اصلا بعدا الكفه ديال السلاح والعدد الجزائر متفوقه علينا، هذه الاولى، الجزائر متفوقه علينا. ثانيا لان واخا يكون شي واحد متفوق عليك في السلاح، الا عندك العامل البشري مجهد ومتكون ونفسيا مستعد تقدر تربح، واخا الاخر متفوق عليك في العتاد وفي السلاح. معنويات الجندي المغربي وتحت الصفر، تحت الصفر، ما نكذبوش على راسنا، ما نكذبوش على راسنا. معنويات ديال الجيش المغربي تحت الصفر، في حين ان معنويات الجندي الجزائري مرتفعه بزاف. انا كنحمد الله انه ما غاديش ندخلوا في حرب، لان الجيوش بيناتهم راه تيعرفوا هذا الشيء وغتحل المشكل، واخا بلا 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 وهادشي اللي تيقولوا. ولكن لا قدر الله الا مشات توقعت شي حرب، كونوا متيقنين ان الجيش الجزائري غيطحنا، لان الجندي الجزائري كيتخلص مزيان، واكل مزيان، لابس مزيان، مداوي كلشي. والجيش المغربي يا صاحبي راه حنا كنعرفوا شنو واقع. يمكن المدنيين شويه غابر عليهم هادشي هذا، والجندي المغربي راه صباطو متقوب وسروالو متقوب، وكيوصلوا ليه الماكله للحيط خامجه، وراكم شفتوهم في الرباط كيفرشوا الكارطون اصاحبي. السيد مات خلى لمرتو 160 ريال اللي كتشد في الشهر. انت كتضل المعنويات. واش نهار تنوض الحرب والجنود المغاربه غيستسلموا للجنود الجزائريين، غيمشيو غيستسلموا؟ راه اصلا دابا كاينه تقريبا شي 500,000 ولا ما عرفت 800,000 مغربي اللي خدامين في الجزائر. دابا كاينين مغاربه خدامين في الجزائر، وما كاين حتى مغربي حتى جزائري خدام في المغرب، والو ما كاينش جزائري واحد خدام في المغرب. الا كاين غتلقاه داير البيزنس، جا معاه فلوس وشاري قهوه، ولا حيت مجوج مغربيه، ولا حيت خصو يجلس حداها، ولا غتلقاه جايب فلوس وداير. ماشي بحال المغربي اللي مشى للجزائر مكحط صفر، مشى للجزائر وبدات كيصيفط فلوس. لدابا كاينين مغاربه خدامين في الجزائر وبخير. ويطلع عليكم محمد السادس وهاد الشلابيه ديال الصحافه ديالو يبداو يقولوا لكم الجزائر عيانه، والجزائر الا شدوك يطحنوك، حتى ضربك السلك ولا على ما تتكذب. الا شدوك يطحنوك،